مرحبا بكم متابعينا الكرام. إذا بالنسبة ليوم غد السبت 18 ماي 2024 خلال الفترة الصباحية طقس مستقر، وهذا تقريبا بكل مناطق الوطن، مع احتمال لتشكل خلايا رعدية قوية نسبيا بمناطق الأوراس، وتحديدا جهة باريكا، جنوب باتنا، خنشلة، بسكرة والمسيلة. وخلال الفترة المسائية، ومع التقاء الكتل الهوائية الحارة والباردة في طبقات الجو العليا، احتمال لتشكل عواصف رعدية قوية نسبيا بالهضاب العليا الوسطى والشرقية، وقد تلتحق بشكل تدريجي بالسواحل، مع تساقط لأمطار غزيرة محليا وعلى فترات من الاستقرار مصحوبة بتساقط لحبات البرد. والولايات المعنية بالأمطار مساء يوم غد السبت هي كل من بجاية، جيجل، ميلا، سطيف، برج بوعريريج، تيزي وزو، بالإضافة إلى عنابة، سكيكدا، الطارف، قالمة، قسنطينة وسقهراس. رعود ضعيفة نسبيا بمناطق متفرقة من البويرة، المدية، البليدة، العاصمة بومرداس، وبمناطق متفرقة من الأوراس. وفي الأخير، وكما تعلمون جميعا، العواصف الرعدية معروفة بصعوبة الرصد، وغالبا ما تنشط بشكل مفاجئ، ولذلك الحيطة والحذر مطلوبة من خطر تشكل السيول بشكل مفاجئ في بعض المناطق، وخطر تساقط حبات البرد. ونذكر مرة أخرى بأن هذه الحالات من عدم الاستقرار الجوي غالبا ما تنشط بمناطق متفرقة، ويصعب جدا تحديدها بدقة. قد نجد منطقة تتعرض لعواصف رعدية قوية جدا، ومنطقة قريبة منها الطقس يكون فيها مستقر تماما. وهذه هي ميزة العواصف الرعدية، والتي تنتشر بشكل عشوائي. وأي جديد آخر مهم سنحاول أن نوافيكم به لاحقا. هذا كله، ويبقى العلم لله وحده.